السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنستكمل كشف خيانة مشايخ الأزهر وما يعادلهم من مشايخ على مستوى باقي الدول الإسلامية بخصوص اتهام نساء المسلمين بأنهم ناقصات عقل ودين. هل الكلام ده صحيح؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام اتهم نساء المسلمين بأنهم ناقصات عقل ودين؟ هنبحث الموضوع ده النهاردة، وهنأكد لكم خيانة المشايخ وتلفيق أحاديث كاذبة وينسبوها للرسول بالباطل وللإسلام بالباطل. دلوقتي لو قلنا مثلا، أنا عايز حضراتكم تجاوبوا على هذا السؤال: هل أمهات المؤمنين زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام نقدر نقول عليهم بما انهم نساء انهم ناقصات عقل ودين؟ انا عايز اجابة على هذا السؤال من حضراتكم بالامانة. طبعا في ناس كتير مقتنعين بهذا الكلام، ان النساء المسلمين ناقصات عقل ودين. حتى النساء نفسهم وصل بهم الحال ان هم صدقوا على نفسهم هذا الكلام، لكن الكلام ده طبعا باطل 100%، وهنثبت لكم الكلام ده بالأدلة ان هو كلام باطل وتلفيق واتهام للرسول بالكذب من قبل المشايخ. دلوقتي هل ربنا سبحانه وتعالى بيخلق اي شيء بدون حكمة؟ يعني دايما ربنا بيخلق اي شيء يكون ليه حكمة من وراء هذا الخلق. طيب، هل حكمة ربنا نقدر نقول عليها انها ناقصة؟ لو هي ناقصة نوافق ان تبقى خلق المرأة تبقى ناقصة عقل ودين. يبقى ربنا لما خلق حواء او خلق النساء هو خلقهم بهذه المواصفات. يعني المرأة تحيض، المرأة تلد، المرأة يعني ممكن تنسى شوية، تبقى ضعيفة أضعف من الرجل نوعا ما. ليه؟ لحكمة لأن لازم مثلا في أي بيت لازم يكون في قائد واحد، والمركب اللي لها رئيسين بتغرق، فاللي هيمشي البيت هو واحد بس ربنا جعله اللي هو الرجل. فبالتالي بيخلق الرجل يعني مستوى أعلى شوية من المرأة علشان يقدر يمشي البيت. وإلا مثلا لو هو متساوي مع المرأة أو المرأة متساوية مع الرجل هيحصل تنازع والدنيا هتفشل. فلازم بيخلق المرأة بإمكانيات معينة والرجل بإمكانيات معينة. دي حكمة ربنا في الخلق. يبقى ما نتهمش المرأة بأنها ناقصة. ليه؟ لأن أنت كده تعتبر أن أنت بتتهم الله سبحانه وتعالى بأنه حكمته ناقصة في خلق حواء أو خلق النساء بهذا الشكل. يبقى كون أن المرأة بتحيض دي حاجة مش نقص منها، أو أن هي مثلا بتلد ده مش نقص منها. ده المرأة اللي هي التي لا تحيض أو التي لا تنجب أو تلد دي بتبقى يعني مش طبيعية. وفي حاجة كمان، معنى ان المرأة بهذا الشكل نتهمها بانها ناقصة عقل ودين، يبقى احنا مثلا بنتهم المريض. ليه ما بنتهمش؟ يعني دي برضو علامة استفهام، فكر فيها. ليه ما بنتهمش المريض اللي هو بيبقى مش قادر مثلا يصوم او يقدر مثلا يصلي بالطريقة الصح، وخصوصا الصيام؟ يعني ليه ما بنتهموش بالنقص زي ما بنتهم النساء؟ تمام. فدي بتبقى حاجة يعني إرادة ربنا عايزة كده. فما نجيش نتهم النساء بأن هم ناقصات عقل ودين، وإلا يبقى احنا بنتهم أمهات المؤمنين زوجات الرسول بما أنهم نساء بأن هم برضو ناقصات عقل ودين. وفي حاجة تانية مهمة جدا، ان لم يرد في القرآن الكريم ان النساء ناقصات عقل ودين. مفيش اي دليل في القرآن يقول ان النساء ناقصات عقل ودين.
ولكن نسبوا الموضوع بالباطل للرسول عن طريق البخاري ومسلم. وانا بقول لحضراتكم اهوت ان البخاري ومسلم نفسهم بريئين من هذه الاتهامات، وهذه الاحاديث مدسوسة عليهم في كتبهم، وعلشان يبدأوا يشوهوا الإسلام ويشوهوا الرسول ويشوهوا المرأة، وبتحصل نزاعات يومية وممكن خلافات تؤدي إلى خراب بيوت بسبب حكاية إن المرأة ناقصة عقل ودين، وإن الرجل يقعد يعاير المرأة بإنها ناقصة عقل ودين، وتحصل نزاعات وخناقات بين المرأة والرجل. ما المرأة بتدافع عن نفسها إنها مش ناقصة عقل ودين، هي بتعبد ربنا على قد ما تقدر، على قد إمكانياتها، يعني ما قصرتش. هي تبقى ناقصة لو هي مقصرة في عبادة الله، سواء في الصيام أو في الصلاة أو في الحاجات، إنما هي ما قصرتش. لو هي في عندها عذر شرعي يبقى ده مش نقص، لا ده منتهى الكمال اللي أراده ربنا. يبقى ما نتهمهاش بأنها ناقصة عقل ودين، ونقعد نحرف في المفاهيم والأقاويل ونأول وكلام من ده ونلف وندور. انتوا بتتهموا بالباطل النساء بأن هم ناقصات عقل ودين، وده يعني مخالف للشرع، مخالف للقرآن، ولكن نسبتوا الموضوع للبخاري ومسلم بالباطل علشان تتهموا الرسول ان هو اللي قال كده، وهو بريء من هذا الكلام. وإلا زي ما بقول لحضراتكم يبقى انتوا بتتهموا ان امهات المؤمنين بما انهم نساء ان هم ناقصات عقل ودين، وكونك ان انت تتهم المرأة بانها ناقصة دين يبقى انت كده يعني حتى يعني بتتجنى عليها، وادعيته ان معظم اهل النار، وبرضه نسبتوا الكلام بالباطل للرسول ان معظم اهل النار من النساء. في عداء رهيب للنساء ومن قبل المشايخ بطريقة غريبة جدا علشان يهدموا المجتمع المسلم، يهدموا المجتمع المسلم، وانا قصدي يعني واضح. فالكلام ده كلام يعني لازم نراجع فيه انفسنا ونفكر فيه وما نقولش اي كلام، ولازم نضبط المصطلحات والكلام عند يعني ما نوضح اي حاجه. ما نقولش ناقصات عقل وتبدا بقى ايه تحرف المفاهيم وتقول لا ده انت اللي فاهم غلط، ده انا قصدي كذا وانا عامل كذا. لا، الجمله اللي انت عاملها للنساء ناقصات عقل ودين واضحه جدا ان انت بتطعن في النساء، وفي الاخر كل هدفك وغرضك تطعن في امهات المؤمنين، وبالتالي يبقى انت بتطعن وتتهم الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وبتهدم الإسلام هدم كامل عن قصد. الموضوع ده أنا حبيت أقوله علشان حضراتكم يعني تفكروا فيه وتعقلوا، ولا تتهم النساء بأنهم ناقصات عقل ودين، لأن ربنا هو اللي خلقهم كده، هو اللي خلقهم بهذه الإمكانيات، ومخلي الرجل أعلى من علشان يبقى في قائد وفي أو في تابع ومتبوع، أو قائد ومرؤوس، يعني لأن المركب زي ما قلت لحضراتكم اللي ليها ريسين بتغرق، فلازم يكون لها ريس واحد. علشان كده ربنا نظم الخلق بهذا الشكل، ودي حكمة ربنا الكاملة. وإلا أنت برضه هتقع في أن أنت بتتهم أن حكمة ربنا ناقصة لما تتهم أن المرأة ناقصة عقل ودين. أنت بتتهمها في دينها، بتتهمها في علاقتها بربنا، وتعتبر أن أنت بتكفرها. خد بالك من النقطة دي، وربنا يحفظ الإسلام والمسلمين. وأرجو أن المشايخ يعني يعيدوا تفكيرهم، واللي منهم على الصواب يرجع للطريقة الصح ويقاوم هذا الشر. والسلام عليكم ورحمة الله.